السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا بنا على النبي كده وتعالوا نشوف الحلويات اللي عملناها دي الجميلة والمخبوزات ووداعا لحيرة سندوتشات المدارس. هنعمل شوية مخبوزات كده فينو ومخبوزات محشية وبيتزات، حاجات حلوة. ممكن تعجني عجينة كبيرة أو تعملي المعجنات دي بكمية كبيرة وتحتفظي بيها في الفريزر وتطلعيها قبل ما يطلعوا ولادك من المدرسة. يعني مثلا تصحي تصلي الفجر وتطلعي الكيس من المخبوزات على عدد أفراد أولادك، وهيكفيك فطار وكمان عشاء في وقت الأيام بتاعة المذاكرة. فحاجة جميلة خالص هتعجبك جدا جدا جدا. اتبعوا بس الطريقة والتفاصيل. شايفين الفينو حلو ازاي، شايفين البيتزا جميلة ازاي، ومن غير جبنة موتزاريلا ومن غير تكاليف كتير. حشوة بسيطة واقتصادية هتعجبكم جدا، وفي أي وقت تعمليها وتعملي كمان بكمية كبيرة وتخزني لولادك. عندي هنا شوية لبن، شوية صغيرين، زودتهم مية بسيط، يعني نص كوباية من اللبن ونص كوباية من المية السخنة، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان حطيت 3 معالق سكر. هتقولي 3 معالق سكر العجينة هتكون مسكرة؟ لا أبدا، مش هتكون مسكرة ولا حاجة، ده بالعكس هتديها طعم مميز جدا. ال3 معالق سكر، وكمان محضرين كيس كيك شيف او اي بيكنج باودر انت بتستخدميه، بس انا بفضل كيك شيف. وحطيت عليهم كمان معلقة خل. الخل كأنه محسن، محسن طبيعي للمخبوزات. حطيت السكر مع اللبن، وحطيت الخميرة الفورية، وحطيت معلقة من الكيك شيف، وكمان حطيت معلقتين من الخل. تمام. هبدأ أعجن بعد ما اختبرت اللبن بالخميرة وخلاص اتأكدت ان هي كويسة والحمد لله. فعجنت بقى العجينة واديها حجها كويس جدا في العجن. الزيت انا بعمل خطوتين، يعني بعجن العجينة الاول، وبعد ما المها كده احط حتة الزيت او نقطة الزيت. هاخد كام مقدار زيت وكم مقدار الدقيق. لو هتعملي كيلو دقيق هتاخدي ربع كوباية زيت، ما تكتريش الزيت. لو هتعملي 2 كيلو دقيق زي كده هتاخدي نص كوباية زيت، وممكن ما تكمليهاش كمان. بصوا العجينة ملساء ناعمة جدا وطرية وحلوة، مش مش ناشفة، يعني عجينتها بتكون طرية حلوة بس مش ملزجة. تمام، زي ما انتوا شايفين القوام كده. لان لما هتخمر اولا هتملى الحلة او البولة اللي انت عجنة فيها، وكمان هتطرى شوية كمان تاني بعد الخمر. حطيت نقطة الزيت اللي فاضلة اللي انا كنت مخليها للاخر دي علشان اغلف العجينة كلها بيها. عايزة اقول لكم العجينة دي ممتازة، تعملي منها فينو، تعملي منها بيتزا، تعملي منها معجنات، اي معجنات يعني تحبيها تعملي بالعجينة دي بالمكونات البسيطة اللي وريتها لكم دي. لو عندك كمان كوباية زبادي ممكن تضيفيها، لكن انا ما كانش عندي، والعجينة طلعت تحفة، طلعت روعة بمعنى الكلمة. غلفتها زي ما وريتكم كده بالزيت، وهسيبها تخمر، يعني مش هتكمل معانا نص ساعة او ربع ساعة بالكتير. تمام. حضرت هنا مكون جميل جدا. كان عندي حتة من اللحمة قطعة كده ما تطلعش تمن كيلو لحمة، تمن يعني اقل من الربع. عندي المكون الخطير ده اللي هيديلك طعم للحمة او العصاج، يوديها في حتة تانية خالص. عارفين اللبن اللي كنا بناخد الوش بتاعه بنخزنه، اللي هو القشطة بتاعت اللبن، ونخزنها في الفريزر في علبة في الفريزر، وسيحتها سمنة كذا مرة معاكم في الفيديوهات. انا بحتفظ بيها، بتبقى كده شبهها شبه اللحمة وطعمها حلو جدا، كأن كده فيها ألياف، وكأن كده لحمة، وأحسن من الفول الصويا، وأحسن من تزوديها برغل والكلام ده كله. بزود أنا اللحمة المفرومة باللبن اللي هو بصوا يتحول كأنه لحمة معصجة، شكلها شكل اللحمة المعصجة بالظبط. طعمها مش هيغير في طعم العصاج خالص، بالعكس هيديها طعم حلو جدا جدا. هي ايه؟ الوش بتاع اللبن بيبقى فيه نسبة بسيطة من المية، او فيه نسبة بسيطة قصدي من اللبن. باخدها بعد ما بسيح السمنة، باخد الناشف ده منها، وبروح بحتفظ بيه بكيس في التلاجة. طبعا بيبقى كله سمنة بلدي، والحباب اللي كنت تشوفوها دي الحبايات اللي فيه دي كمون. انا بحب احط للسمنة البلدي انا وبسيحها كمون. هنا كده آه،
ضربت اللحمة مع اللي هي تشبه للمرتة، بس هي مش مرتة، هي لبن من السمنة، لبن كده زي واخد تحمصة كده في السمنة من المرتة نفسها، او من الوش نفسه بتاع اللبن. ماشي كده، فرمتها مع حتة اللحمة، عطانا كمية كبيرة. زودتها بصل، زودي بصل زي ما انت عايزة، بيدي البصل ده طعم تحفة للعصاج. زودت فلفل وزودت بصل. وطبعا بصوا اهي، بصوا شكلها اهي، اللي بقول لكم عليها دي مرتة، بس هي مش مرتة سايحة، دي فيها نسبة لبن. لما بسيح الوش، عايزة احب اكد الحتة دي، لما بسيح الوش بتاع اللبن بحوشه كده وبسيحه، بيديني الشكل ده، شكل اللحمة المعصجة. بزود عليها التعصيجة وبتبقى زي الفل. بصوا اهو العجينة اهو جربت تخمر، خمرت شوية، وايه بدأت ايه العجينة تطرى كمان سن، الحتة اللي بوضحها لكم. بصوا العصاج اهو انا خلصته. كمان كان عندي حباية بطاطس كبيرة كده، فقلت عشان تزود الكمية واعمل حشوات حلوة، فرحت عملت ايه، حطيت بطاطسية كده قطعتها مكعبات وحمرتها في الزيت وضفتها على العصاج. وكمان كنت مقطعة على اخر حاجة في التعصيجة كده طماطمية برضو كبيرة. كده زودنا كمية عصاج. عارفين العصاج ده لو عملتوه ومن غير البطاطس بيه صينية مكرونة، او عملته بيه صينية جلاش، بتبقى تحفة 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 بمعنى الكلمة. فهنا بصوا عندي كمية هعمل بيها حشوات زي ما انا عايزة. هعمل كايزر محشي عصاج، هعمل فينو صغير كده محشي عصاج، يبقى عندك انتي السندوتشات محشية جاهزة وبراحتك. عندي كمان ايه، جبت لانشون. جبت لانشون ورحت اللانشون ايه ده عملته ايه، قطعته حتت صغيرة وشوحت لها بصلاية وفلفلاية، وزودت عليهم ايه اللانشون مقطعة حتت صغيرة، وبقت دي حشوة للبيتزا. يعني انت عندك تعملي اي حشوة، حتى لو هتمكسي شوية جبن عندك فايضين في التلاجة، عليهم حباية بصل، عليهم حباية فلفل، او من غير بصل خالص وحباية فلفل عليهم وشوية زيتون، هيبقى عندك حشوة حلوة جدا. لاحظوا كمان انا عاملة المعجنات مش حاطه لها جبنة موتزاريلا، لو عندك جبنة اعملي براحتك. بصوا الفينو اسهل مما يكون. الناس اللي مستصعباه بيقولك بتفشل مني. اهم حاجة ورقم واحد في المعجنات وخاصة الفينو، ان تسيبيه يخمر. بصوا هنا الصينيه انا بنتي قلت لها ما تدينهاش زيت، فهي ايه اللي هو الصاج دهنته زيت، فما كنتش عارفه ابرم الفينو كويس. هحاول اخف من الزيت ده، او اجيب صاج تاني نضيف واعمل عليه الفينو. ببطط حته العجينه اللي عاملاها كوره دي، انا مقسماهم كلهم قد بعض عشان تطلع صوابع الفينو كلها في حجم واحد. بصوا انا بفرد العجينه ببططها، وبعد كده ببرمها وافضل ايه اقفل، ابرم واقفل لغايه يما اخر حاجه في الفينو الطرف اروح اقفله كويس جدا واديها برمه كده خفيفه، وبعد كده احطها في الصاج لغايه يما اعمل الكميه كلها بالشكل ده. هعيد لكم الخطوه دي تاني علشان اللي ما شافهاش يشوفها. جبت هنا صاج يعني عليه مسحه خفيفه من الزيت، بجيب كره من الكرات العجين اللي انا آه قسمتها، وبصوا ببرم واقفل، ببرم واقفل بعد ما بططتها كويس بسمك كله متساوي. ابرم واقفل لغايه يما ايه الفينو كله معايا يبقى كله متقفل خالص. هيديلك التوريجة الحلوة اللي بنشوفها في صوابع الفينو اللي بنجيبها من الفرن. تمام. بصوا دي كانت هنا ايه بلف العجينة وبقفل، بلف وبقفل. تمام. وببرمها كده لغاية يما تخلص خالص. انا حبيت اعمل لكم زوم عليها عشان تكون واضحة. والناس اللي بتستصعب الفينو، والله الفينو اسهل مما يكون. اهم حاجة فيه وسر نجاحه في الخمر، خمريه كويس وما تستعجليش عليه. بعد ما بتبرميه كده بتغطيه بأي فوطة بأي قماشة عندك، وتحطيه في مكان كده دافي لغاية لما ايه يخمر خالص. ممكن تحطيه في فرن البوتاجاز على بال ما ايه، طبعا فرن البوتاجاز يكون طافية النار، مش هتحطيه يخمر والفرن ولع، لا خليكي ناصحة، لا لازم تكون مطفية الفرن، او عندك مكان كده في دولاب المطبخ وغطيه كده، وهتلاقيه خمر وتضاعف وبيجي ما شاء الله حجمه ضعف جدا. يعني بصوا هو انتوا هتقولوا ازاي ده هيبقى رغيف فين وده رفيع ومش عارفه ايه، هتشوفوا في الاخر هينفش، وما يجي يستوي كمان هينفش. يعني يما هيخمر هينفش، هيزيد حجمه ويتضاعف، ولما يدخل الفرن كمان هيتضاعف.
فيعني ايه ما تكبروش صباع الفينو، بعد كده مش هيبقى صباع فينو، ده هيبقى ايد الفينو، ايد الفينو او بني ادم الفينو. فهيبقى حجمه كبير جدا وهتستصعبي كده ومنظره وشكله. فانت برميه بالشكل ده بحجم صغير وهو هيزيد معاكي في التسوية وفي الخمر. بصوا انا حبيت اعيد لكم تاني الخطوه بتاعه الفينو علشان تكون واضحه، لان انا والله كنت عامله الفيديو ده من فتره من اول دخول المدارس، بس ولله الحمد يعني كده حصل ظروف عندي وما نزلتش الفيديو. اتمنى اللي يشوف الفيديو ده ومحتار حيرة المدارس وسندوتشات المدارس وعايز يوفر وعايز يدبر ويعمل حاجة حلوة لولاده ومن غير ما تكلفه وتكون مرهقة عليه، فشوفوا الفيديو ده ان شاء الله هيعجبكم. واللي وصل الحتة دي في الفيديو يصلي بنا على النبي، صلوا بنا على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كده قفلت صابع الفينو. انت ممكن يعني تتحكمي في حجم الفينو اصغر او اكبر، بس هنا انا بين لكم ان حجمه طويل جدا بس عشان عامله زوم او مكبره الصوره كويس عشان تبان لكم واضحه وتبقى ايه شايفينها كده بكل وضوح. هتشوفوا في الاخر حجم الفينو ما شاء الله حجمه حلو جدا زي اللي بنشتريه، بس الفينو المحترم، الفينو ابن ناس بتاع زمان، مش الفينو السحلول بتاع الايام دي. فينو سحلول كده ولا يشبع ولا ينفع تفتحيه وتعملي منه سندوتشات ولا حاجة خالص. بصوا هنا يعني مش هتقولي لا ده خمر سنة كده فاروح اسويه في الفرن، لا لا لا، ده كده هيبدأ يخمر. ما تسووش غير لما تحسي ان نفش خالص، خمر ونفش خالص. ليه؟ لما ايه تسويه في الفرن. ما تستعجليش، خدي مهلك في خمر العجين. العجين اللي فيه خميرة اديله راحته، ايا كان معجنات ولا عيش ولا ايا كان اديله راحته في الخمر هتاخدي احلى نتيجة. بصوا هو بدأ يخمر، لسه هنسيبه يخمر كمان. بصوا هنا بنتي اللي بدأ يخمر كده وخلاص جرب على التسوية، كانت بتدهنه بايه؟ بتدهنه بلبن وعليه معلقة سكر وبس كده. ممكن تحطي لها حته سمنه صغيره جدا عشان تديكي تلميعه حلوه عملت اشكال على هيئه كايزر واشكال على فينو دي اللي واشكال كده مدور واشكال كده فينو صغنن. فبصوا انا حته التشكيل دي انا كنت متاكده ان انا مصوراها، دلوقتي انا بمنتج الفيديو فينها مش موجوده. فصلت البرنامج المونتاج اللي بمنتج منه ودخلت اشوف في معرض الصور، لقيت الفيديوهات اللي انا مصوراها مع اني اكدت عليها ما لقيتهاش خالص. فيعني سبحان الله على التليفون لما بقى بيلخبط او ما يكون بيسجل وهو مش بيحفظ الفيديوهات. عموما طريقة تشكيل المعجنات دي بتفردي، بتعمليهم كور كده زي ما كنت عاملاهم للفينو، وتبططي على ايدك العجينة وتحشي فيها الحشوة وتقفليها كده من تحت كويس، وبتعمليها يا اما دايرة يا اما تعمليها فينو محشي الحشوة بتاعتك ايا كان، لانشون، عصاج، تونة، جبنة، اللي عندك حطيه ان شاء الله، شوية خضار كده مشكلين وعليهم حتة جبنة فهيبقوا تمام خالص وحلوين جدا. بصوا بعد ما استوى، بصوا لو بتلاحظوا كمان التليفون بيهنج مع نفسه، فالله المستعان كده. في اليوم ده كنت ضغط تصوير، طبعا هم في المونتاج رسيوا الوقت بتاع الفيديو على 15 دقيقة أو 16 دقيقة، هو كان أطول من كده بكتير. بصوا كده المعجنات اللي هي الفينو الصغير ده المحشي، بصوا ما شاء الله طالع هش وخفيف جدا، والمعجنات طعمها روعة فيه. وكمان حبة عجين فضلت معايا كده عملتها بيتزا للولاد، بيفرحوا جدا بالبيتزا، فدي ممكن ياخدوها تاني يوم أو يتعشوا منها. والمعجنات اللي عاملاها فينو صغير أو كايزر دول هحتفظ يعني بيهم في أكياس، وكل ما احب اطلع للولاد في الصبح بعد صلاة الفجر كده او من بالليل تطلعيهم بكيسهم على الرخامة، بتصحي تاني يوم بتلاقيهم مطازة وطراي كأني لسه خبزهم حالا. بصوا ما شاء الله المعجنات حلوة وطرية وجميلة ازاي. اتمنى انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي وتعملوا بكميات كبيرة كده زي ما انا عملت وتحتفظوا بيه بالفريزر، هينفعكم جدا في ايام المدارس، هينفعكم لو مزنوقة وجاية من مثلا من الدروس متأخرة
ومش عاملة عشاء أو كده، فتطلعي منه وتسخني، وهيبقى أحلى عشوة لولادك ليكي ولجوزك ولأولادك. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. حاجات بسيطة جدا، والأم هي اللي بتدبر وتوفر وتعرف من أقل الإمكانيات عندها تطلع حاجة حلوة وتبسط بيها أهل بيتها، سواء زوجها سواء أولادها. وزوجك هينبسط منك جدا طالما انت بتوفري له. أي راجل في الدنيا طالما مش بتقولي له هات أجيب وبتوفري له، بتبقي كده ست ملكة الملوك، مش عايز منك اي حاجة تاني. فيا رب الفيديو بتاعي كده يعجبكم، واتمنى اكون خفيف عليكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنسوش اللايك للي شاف الفيديو وعجب الفيديو واستفاد منه. وطبعا اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويشرفنا كده بوجوده معانا في القناة علشان يصل كل ما هو جديد. يا ريت تشجعوني وتحطوا له اللايك. اللايك هيرفع الفيديو، مش هيخسركم حاجة ولا هيخسر من باقتكم حاجة. استودعكم الله.